بيكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: النادي الأهلي يكشف عن أسباب طلب القرض الذي يصل إلى نصف مليار جنيه. طبعا كل جمهور النادي الأهلي توقع أن النادي الأهلي طالب ياخد قرض نص مليار جنيه علشان بقى يعمل صفقات ويروق على الفرقة، ولكن الناس يعني غلبانة ومش فاهمة ان الكلام اللي انا قلته ده هي دي الحقيقة، ان الخطيب هدفه فقط ارضاء الجمعية العمومية للحفاظ على الكرسي بتاعه في رئاسة النادي الاهلي في الانتخابات القادمة. القرض اللي ادارة الاهلي طالباه ده بهدف انشاء مجمع حمامات سباحة في الفرع الجديد بالتجمع الخامس. مؤكدين في الاهلي على انه القرض هنا لانجاز عمل تزيد تكلفته كل يوم، بجانب انه نوع من الاستثمار الامن وليس للصرف على صفقات وسداد مستحقات. وبالتالي الاهلي هياخد قرض بنصف مليار جنيه، مش علشان يصرف على الفريق الاول، ولكن علشان يعمل محمود الخطيب مجمع حمامات للسباحة علشان اعضاء الجمعية العمومية يرضوا عليه ويصوتوا له في الانتخابات القادمة. اما فريق الكورة في النادي الاهلي لا يوجد فيه اي دعم وليس في حسابات الخطيب. خبرنا الثاني: الصحافة القطرية تعلنها الشمال القطري يسعى لشراء اكرم توفيق في يناير. قلت لحضراتكم في الساعات الماضية ان الخطيب بعد ما باع كل لعيبة الهجوم هيبيع اكرم توفيق، وبعد كده بقى يخش على الدفاع، وبعد كده يخش على الشناوي علشان يفضي الفرقة. بالفعل صحيفة العرب القطرية اكدت على ان نادي الشمال القطري يسعى للتفاوض الان مع الاهلي لشراء اكرم توفيق في يناير الحالي. يعني كده النادي الاهلي كمان في طريقه لبيع اكرم توفيق. بكده النادي الاهلي هيجي على نهاية شهر يناير هيلعب بالناشئين. خبرنا الثالث: عدلي القيعي اكرم توفيق يكرر ما فعله عبد الله السعيد ورمضان صبحي. قال عدلي القيعي: مشكلة رمضان صبحي وعبد الله السعيد واكرم توفيق انهم لم يكونوا واضحين ولم يكونوا صادقين. اكرم توفيق بيمر بضغط اسري يمارس عليه، لانه بيقول ان احمد توفيق بياخد على مبالغ هائلة من بيراميدز وعمال يبني ويشتري اراضي وبيعمل، ولكن كان يجب على اللاعب ان يحسبها صح ويسأل نفسه هل يحصل في الاهلي على ما يكفيه او لا. اللاعب دائما لا يريد خسارة الجمهور وفي نفس الوقت بيحصل على الفلوس اللي عايزها، ولكن هذا ينطبق على رمضان صبحي وعبد الله السعيد اللي حصل معاهم بالظبط، انهم لم يكونوا واضحين. خبرنا الرابع: حمدي فتحي فايلر الوحيد اللي وقف جنبي. قال حمدي فتحي: مركزي المفضل في الملعب هو المركز الامامي، زي كده ما حدث معايا مع كولر. فايلر الوحيد اللي وقف جنبي بعد اصابة طويلة امتدت 7 شهور. كولر ايضا ساهم في تطوير مستوايا. خبرنا الخامس: تعرف على موعد مباراة الاهلي واورلاندو. باذن الله غدا يوم السبت يلاقي النادي الاهلي اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي في تمام الساعة 6 مساء.